أعزائي أهلا بيكم. بس يا حبيبي بس أعزائي أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاستي وبودكاستكم الموضوع كبير. معايا النهاردة جونيور جه عشان تفرج معايا على فيلم صالي. الفرجة التانية ليا كانت الفرجة الأولى ليه. حسيت بإيه ساعتها يا سيد جونيور؟ حسيت تعالى بس قرب وانت بتتكلم ما ما انا تبعد. مقرب اهو. حسيت بإيه ساعتها؟ جميل. حسيت ان الفيلم حلو. تديله كام كده؟ كام من 10؟ الفيلم نفسه ياخد 7/10. قرب من المايك وانت 7/10. 7/10. اه ليه بقى 7/10؟ علشان هي قصة مفهوش يعني مفهوش فاهم. هي قصة مفهوش يعني مفهوش إبداع. هي قصة متصورة اوكي. فال... يعني بص يا سيد جونيور، انا بتفق معاك. انت بص على ايه؟ بقرا السبتايتل. نشوف مدرج. انا سيرتي انا متفق معاك يا سيد جونيور في ان هي قصة وبتتحكي، اه بس بتتحكي بشكل لطيف. هو الفيلم فعلا 7/10. اقعد بقى مكانك. الفيلم 7/10 فعلا، ولكن انت بتتفرج على فيلم من اخراج كلينت ايستوود وبطولة توم هانكس، فانت بتشوف حاجة انت قاعد حاسس ان انت في ايد ايه؟ ما انا مش مهتم في ايد متمكنة. يعني انت سايب، بس سيبني اخلص الجملة. يعني انت سايب نفسك لكلينت ايستوود وتوم هانكس وانت عارف ان هم هيدلعوك. اتدلعت. فيلم عظيم. يعني ايه الريتنج بتاعك بقى كام؟ غيرت رأيك؟ 8/10. مش بقى 8؟ 8/10. اوكي. انا لسه الريتنج بتاعي 7/10. الفيلم كان حلو. انت فاكر انت شفت الفيلم النهارده الصبح؟ تعال بس قرب وانت بتتكلم. شفت الفيلم النهارده الصبح؟ فاكر حاجة؟ يعني بحس ان هو من نوعية الافلام أيوة. نوعية الافلام تتفرج عليها وخلاص. يعني هتعمل ايه تاني؟ انت مش مطالب انك تفتكر حاجة بالظبط. انت كنت قاعد بتتفرج وخلاص. خلاص اصل انا شفته مرة شفته التانية نسيت كل حاجة تاني. يعني خلاص اوكي. دخل في الذاكرة البعيدة. الفيلم معانا يا سيد الفيلم جون معانا. اهو. ده المشهد الاول، يعني الحلم اللي كان بيحلمه. فاكره؟ ايه بقى كان ايه اللي بيحصل فيه؟ هو مش عايز يشتغل ليه؟ مش عايز يتحرك. نحركه بالماوس. بص، صحي من النوم وحوارات وبتاع. والفكرة ايه؟ عارف انا افتكرت حاجة في الفيلم ده. ايه بقى؟ الحاجة اللي انا كنت حاببها فيه ان انت كنت قاعد شايف كل الناس بتقول لتوم هانكس في الفيلم ان هو بطل وبتاع، لكن توم هانكس متضايق طول الفيلم. متضايق لحد ما اثبت ان ما كانش في حاجة تتعمل غير ان هو ينزل في الفيلم. ده صح، ده كلام صح. ده كان احساس موجود طول الفيلم. والواد توم هانكس بس من وجهة نظر الناس هو بطل. هو من وجهة نظر كل الناس هو بطل. لكن حتى الناس اللي بتحاول تدينه يعني هم عارفين ان هو بطل. بس رغم ذلك برضو كانوا عايزين يدينوه ان هو غلطان. ورغم ذلك برضو هو ما كانش باصص لنفسه النظرة دي. لا، وده الحلو في الموضوع بقى. هو شايف ان ده شغله، وشايف ان ده اللي كان المفروض يعمله، وحياته كانت متوقفة على الموضوع عادي. ده اصلا. عادي بالظبط. فهو جاذب بحياته عشان خاطر الناس دي برضو. فده شيء يعني. انت ايه رأيك لو ركبت طيارة في يوم من الايام؟ تعال بس قرب من المايك كده. انت بتبعد ليه كل شوية بقى؟ ما المايك بعيد. لا انا عشان اقرب لازم ابقى كده. ايوه قرب. اقعد وقرب كده. ايوه ما انا قاعد. طب ما انا ليه افضل قاعد كده برضه؟ ماشي. اعمل ايه يعني؟ خلاص ماشي يلا، مش مشكلة. خلاص يا عم، انت جايين تعيرونا هنا ولا ايه؟ عارف. خلاص يا عم مش مشكلة. قرب من المايك وانت بتتكلم. معلش. اعظم مايك في التاريخ. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان ايه بقى؟ توم هانكس كان بيعمل بيعمل ايه؟ كان فيلم كويس. كان فيلم بطوط ان هو جاسم بحياته. كنت بقول لك لو انت ركبت طيارة
وفجأة لقيت الطيار الكابتن بيجي بيقول يلا يا اولاد هننزل في هننزل المية. استعدوا للاصطدام. يا بس يعني انا واثق ومتاكد ان هي هتبقى لحظه مرعبه عليه اكتر ما هي مرعبه عليا. وانت ساعتها هتبقى قاعد بتفكر هو حاسس بايه؟ لا هتبقى اكيد بتفكر لا، في إيه بس بقى؟ احنا دلوقتي مش في الموقف لا قول لي كأننا في الموقف اكيد هتبقى موقف رابع. بتفكر في ده ايه هو بقى؟ ده هفكر في ايه؟ هتفكر في إيه؟ انا رايح فين؟ رايح فين؟ انا رايح فين؟ ما انا أنت خلاص رايح كده فين؟ هموت. أيوة. يعني خلاص كده خلاص يعني كل تفكيرك هيبقى انت في رايح الليفل فين دلوقتي؟ خلاص بقى كل اللي فات ده انتهى. خلاص انتهى. عيلتك مفيش عيلة، اهل خلاص. مفيش اهل، أوضة مفيش متر في صحاب، متر، انت بس فاهم؟ خلاص شكرا. الرعب كله بقى أوه. المجهول بقى، انت فاهم؟ هتبقى ماسك بقى في الكرسي وخايف وبتاع، ده خالص. هتبقى سايب نفسك سايب نفسك للزمن. خلاص بقى، ما انت فاهم انا يعني كده يعني هموت. انت بتحب الملاهي؟ الملاهي لا خالص. ولد خلاص حاسب الفاظك. امي بص انا اسف بص يا طنط. لامي انا اسف يا طنط. لا اعتذر بشكل احسن. انا معلش اسف. تعال. انا اسف جدا يا طنط. ما انا مش هكتل بتاع طب ده. خلاص. اعتذر. انا اسف جدا يا طنط. اللي حصل دلوقتي يا اولاد ان جونيور قال لفظ مشين واعتذر على اللفظ، وهنسامحه من هولة الموقف اللي حبة عيني ما قدرش يمسك نفسه، بس هنسامحه. تعال. كنا بنقول ايه؟ فيلم كويس، فيلم 7 من 10. احنا متفقين 8 من 10. 8 بالنسبة لك يعني. 8 بالنسبة لي بعد ما اقنعتني. بس هو 7 من 10. بس هو 7 يعني ممكن يطلع حتت كده 7 ونص بالظبط. هي فكرة، هي الحكاية محكية حلو يعني. هو مش مكبر الموضوع في الحادثة نفسها بالزبط. في ايه اللي حصل. يعني مش مفورين الدنيا بالظبط اللي هو مشاعر الراجل. هو الموضوع كله خلص في ثواني اصلا. بالظبط. ده حقيقة. وانت كنت عايز ان الراجل الواد توم هانكس يوصل في الاخر لان هو يحس بالبطولة. اكيد طبعا. انت كإنسان بتحب دايما تشوف. هل وصل الموضوع ده ولا ما وصلش؟ انا مش فاكر. اكيد وصل له امتى؟ وصل له يعني هي في اللحظة ديت. في اللحظة دي لما عرفوا ان الطيارين ما كانوش 35 ثانية تقريبا. حوار سحلة. بس يعني والعيال دول برضو مكبرين الموضوع قوي. الراجل انقذ الدنيا يا جدعان، لازم تفشخوه بعد ما 155 بني ادم عاشوا وزعلانين يعني. شوية عصافير دخلت في الموتور. مش عارف في ايه، بوظت الدنيا. فنزل الطيارة والناس عايشة وخلاص الموضوع خلص. في طيارة باظت بقى، لازم بقى تعالى بقى نشوفك، نجردك بقى من عملك يعني شوية. لا يا باشا، ده قانون قانون الموضوع كان يعني مش طبيعي بصراحة. والراجل لازم يثبت براءته وبتاع، وقعد يفكر والوقت ومش الوقت والعامل البشري. حوار اتسحل. بس هو برنس يعني. انا لو راكب طيارة احب ان الراجل ده الحقيقي بقى، صاري الحقيقي هو اللي يبقى سايق. يعني انت في ايد امينة. انا عايز الراجل هو اللي هو خبرة برنس يعني، هو اللي هيتصرف صح في الموقف الصح. بس يعني توترش مفيش، انت فاهم يعني. هو برضو اتأخر وما توترش يعني. هو كان بيتصرف بايه؟ بص، هدوء هادي. ويعني هدوءه ده خلى المساعد ان هو هادي زيه بالزبط. يعني ممكن شخص تاني لو هتلاقي المساعد برضو خلاص، انت فاهم. هو المساعد بتاعه اللي خلى الكابتن نفسه يعني عمل كده. طبعا. اكيد يعني هيفضل متأثر بيه طول بقى حياته، اللي هو اصلا ممكن يبقى ميت دلوقتي تقريبا. لا لسه عايشين. انت مش فاكر النهاية بتاعت الفيلم؟ جاب لك الراجل. بس هو لما كانوا جايبينه في الفيديو كان عجوز يعني، كان كبير سن. ما هو عجوز في الفيلم في الوقت بتاع الفيلم. ما اعتقدش ان هو مات، اعتقد ان هو عايش عادي. بينما يكون بقى مش فاهم. بس هو فعلا الهدوء. الفكرة انك لما تكون قدام مشكلة كبيرة فشخ وهادي تقدر تبص بقى بالزبط. اعمل ايه، هبب ايه، خدت القرار وانت متعصب او هيبقى فيه غلط. هيبقى فيه وش غلط 100%. هيبقى فيه غلط مهما كنت مقتنع ان انت صح في اللحظة دي. انت متعصب هتعرف الغلط بعدين. لما تهدى بقى. طب وليه بقى من الاول؟ طب ما نهدى من الاول وبعد كده اخد القرار. بالظبط. بس
بس كده أنا صعب تحقيق عملت- الكلام ده، صعب تحقيقه. مش صعب ولا حاجه. الفكرة ان في لحظات العصبية والغضب بتيجي كده انت ما بتبقاش متحكم، انت بتقعد تقول هبقى هادي هبقى هادي، وبعدين فجأة تلاقي لا عادي والله. انت يعني انت بتتعصبش؟ بتعصب طب ايه؟ بس ما بتمد، يعني اللي هو قشطه، ما بتمداش في بتنجز العصبية اللي بسرعة. هو كده اوكي. بس. انا بقعد فترة بصراحة، يعني ممكن الرقم القياسي بتاعي اللي وصلت له وفضلت متعصب مثلا 6-7 دقايق كده، فاهم؟ وبعدين قلت هوب لا مش خلاص. انت مين؟ انت انا اللي جابني هنا. بس فاهم 6-7 دقايق فشخ الدنيا. مش مستاهل والله الموضوع، والله كبرت الموضوع يا شباب. احنا كنا بنقول ايه بقى؟ احنا سيبنا الفيلم فيلم كويس، فيلم حلو اتفرجوا عليه. يعني مش عايزين ريفيو. اخراج جميل. كلينت ايستود يا جدعان، وتمثيل توم هانكس. انتوا عايزين ايه؟ تمثيل الراجل التاني اللي مع توم هانكس اللي مش عارفين اسمه ده. هو ده اللي بيطلع في فيلم ذا دارك نايت. اتحرق بقى وشه في الفيلم. كان فاكر الفيلم؟ ايوه اتحرق وشه ساعتها وطلع كان ظابط تقريباً؟ كان هو بالكوين. الظابط لا كان المحافظ، المحافظ، العمدة العمدة. العمدة كان هو العمدة بتاعهم. كان هو العمدة بتاعه. بس وخبوا بقى وقالوا ان باتمان هو الراجل الشرير. سهلة. ليه يعني؟ مش عارف سوحونا ليه يعني؟ ايه الحكمة فيها فعلا؟ هو باتمان هو باتمان بالظبط، وكل الناس بتبقى عارفة ان هو باتمان، فليه بتسوحوا الدنيا؟ والجوكر هو الجوكر. الجوكر بس هو انا بقى الجوكر. تعاطفت مع الجوكر بعد الفيلم بتاع الجوكر. ايه اللي حصل بقى؟ ده يا اخي ده مأساة. الفيلم الاخير. اه انا برضو تعاطفت يا معاه بصراحة. عيني. هو عنده وجهة نظر نبحث فيها، مش هقول صحيحة ولا خاطئة، بس عنده وجهة نظر نبحث فيها. هل بحثت في وجهة نظر ولا تعاطفت كده وخلاص؟ لا تعاطفت بس جست تعاطفت معاه، حبيته بقى، انت فاهم. تعالى يا عم، انت مظلوم والله، الناس دي مزعلين. تعالى بس انت شفت الفيلم اكيد. فيلم حلو فشخ. شفته. وتحس يعني ان بص، هو الفيلم كان ممكن يبقى احسن بكتير بصراحة، بس هو وصل اللي هو عايز يوصله. انا فخلاص. الفيلم كده بالنسبة لي حلو. اه يعني انا مش محتاج حاجة تاني. بالظبط. انا كده مبسوط. تمام. انا اتبسطت برضو في النهاية اللي هو رغم ان هو فيلم حزين، بس انا يعني مبسوط. يعني مبسوط بان انا بتفرج على فيلم حلو زي ده. حزين بقى، سعيد، كئيب، مش كئيب، اي شرط. بس سالي حلو، فيلم عظيم، اتفرجوا عليه. هيعجبكم ان شاء الله. أتمنى لكم يعني مشاهدة عادي. سعيدة. فيلم عادي. صح. 7/10. 7/10. 7/10. 6:30 7:30 بينزل بيطلع. بالظبط. يعني مشاهد توم بيطلع هانكس يا وبينزل. جدعان، يعني اي حاجه توم هانكس اتفرجوا عليها. بس انت ايه بقى رأيك في موقف مراته بقى في انا مش الفيلم فاكر ده؟ مراته بصراحه. مراته كانت مزعجه جدا. صح. مزعجه جدا. يعني ده وفشخ ست. الراجل زياده على اللي هو فيه. يعني طيارة وهبوط اضطراري ومية ونهر سحله، وبص وهي بتتصل فيه مش 155 عارف بني ايه، في آدم. مشاكل فيها. تقول له الأرض هتتاخد والبيت هيتاخد مش كده يعني. مش كده بس برضه والله. الست ما كانتش عارفه الموقف اللي الراجل فيه. لا بس ما يعني كانتش هي مدركاه. بديهي، يعني هو بس بديهي. ده واحد في وقع، لحظة- في ده واحد لحظة كان في هيموت. الفيلم. ايوه في لحظه في الفيلم هي الست قالت له ايه، انا لسه مدركه دلوقتي ان انت وقعت من الطياره بتاعه. لا طب فجت الحته دي، بس اتفضلي. طول الفيلم مزعجه والله. يعني مش كده يا جدعان. بس شايف الفيلم فيه كاركترز وفيه بناء حلو للشخصيات لدرجه ان احنا فاكرين وقاعدين بنحلل ونقول ومش عارف ايه وايه اللي المفروض كان يحصل. فكلينت ايستود برنس فشخ. بس والراجل ده في يوم من الايام هنعرف اسمه.